شاطئ الغرام من أكبر وأشهر شواطئ مرسى مطروح، وكانت شهرته من نجاح فيلم شاطئ الغرام بطولة الفنانة الجميلة ليلى مراد، اللي هنشوف مع بعض التمثال بتاعها والمسرح والهضبة، كل المكان الجميل ده خالص هنشوفه مع بعض بإذن الله. وعايزة أقول لكم بقى المية بتاعتها رايقة جدا وحلوة خالص، مميزة يا جماعة بجد تعجبكم خالص. لكن في البداية كده ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، فعلى زر الجرس على الكل فضلا وليس أمرا. وفي البداية بندخل من البوابة يا جماعة، بندخل ندفع تذكرة، التذكرة ب50 جنيه للفرد الكبير، أقل من 10 سنين ما بيندفعلوش تذكرة. وفي باركنج للعربيات، بنركن العربيات بتاعتنا فيها، وده الممر. وكمان بالنسبة للمواصلات، لو مش معاكي عربية وعايزة توصلي تعملي ايه من آخر شارع فندق البسيط، هتلاقي فيه معدية الفرد منها ب5 جنيه، حلوة جدا. وكمان في هناك رحلات لليخت. كمان في شاليهات موجودة على البحر، بتطل على البحر مباشرة. الشاليهات دي باليوم، اليوم فيها ب500 جنيه، يعني ممكن تقضي فيها يوم او يومين، اللي احنا شايفينها مع بعض على الكاميرا دلوقتي حالا. بس عايزة اقول لكم يعني المكان بعيد شوية يا جماعة، انا مش عارفة ايه سر حب ليلى مراد في انها تبعد بعيد قوي كده ويبقى المكان بتاعها بعيد خالص كده. وده الممر او الطريق اللي بنمشي عليه لحد ما نوصل للشاطئ زي ما احنا ما شايفين كده. في قبل برضو من الشاطئ في شويه من الرمل ده مجهد شويه، بس عايزه اقول لكم الرمله بتاعتها ناعمه وتحفه جدا، مش قادره اتخيل لكم المنظر قد ايه. شايفين بقى الميه بتاعت شاطئ الغرام، ما شاء الله الميه من قريب يا جماعه تحفه جدا جدا جدا، جميله قوي الصراحه. وكمان الرمله بتاعتها خطيره. وهنشوف الميه مع بعض في كل وقت، هوريكم الدرجات بتاعتها شكلها عامل ازاي، وهقول لكم على كل حاجه ان شاء الله في الفيديو ده، ولكن ما تنسونيش باللايك. وكان في كمان موجود باراشوت، الاسعار بتاعته للفرد الواحد ب 350 جنيه، للفردين 450، للثلاث افراد 600 جنيه. ودي كانت اسعار الباراشوت. وكان في كمان الموزة، بس انا مش فاكرة تماما الاسعار بتاعتها ايه، بس اعتقد ان هي كانت في حدود من 100 120 حاجة زي كده. بالنسبة للحدود الصفراء اللي احنا شايفينها مع بعض دي، او الحبل الاصفر والعلامات الصفراء اللي موجودة دي، فدي الموج فيها بيبقى عالي شوية زي ما احنا ما شايفينه مع بعض. وكمان الاماكن المحاطة بيها، يعني الاماكن اللي حوالين الحبل الاصفر ده، تحس ان المية فيها والموج عالي شوية، فمش بيفضل خالص نزول الاطفال في الاماكن اللي زي دي، او في الحتت اللي هي فيها الموج عالي بالشكل ده. كمان عايزه اقول لكم الميه شويه لما بتدخل لجوه الميه بتسحب لجوه شويه، يعني تحس ان هي بتسحبك وانت موجوده في الميه، فناخد بالنا كويس يا جماعه. بس عن نقاء الميه وجمالها ما شفتش احلى من كده، ما شاء الله عليها. والاسد اللي احنا شايفينه قدامنا في الكاميرا ده للتصوير، التصوير مع الاسد الصوره ب50 جنيه، اسد بقى. ودي نطيطة مائية موجودة يعتبر في آخر شاطئ الغرام. عايزة أقول لكم في المكان ده حاجة زي بحيرة صغيرة كده، المية فيها قليلة جدا، حلوة قوي للأطفال. يعني كان في هناك أطفال وستات موجودة كمان، اللي هم بيحبوا المية تكون هادية وبسيطة، فهي حلوة جدا، المكان ده مناسب جدا للأطفال. وكمان النطيطة دي حلوة قوي. النطيطة دي
الربع ساعة منها ب20 جنيه. وآلاء ما قدرتش تكمل المدة بتاعتها، فهنشوف مين اللي كمل مكانها. يلا يا قوق. يلا يلا برافو. واللي كملوا مكانها عبد الله ومصطفى. الاء كانت تعبت من الميه، وبصراحه هي مرهقه شويه. ومريم ما كانتش موجوده معانا، بس لما عرفت زعلت جدا. عايزه اقول لكم كمان حبايبي ان احنا بندفع الرسوم اللي بندفعها واحنا داخلين من البوابه دي للشمسيه والاربع كراسي، ولكن الترابيزه ليها رسوم لوحدها، الرسوم بتاعتها 20 جنيه. وقع. في كمان محلات موجودة لبيع المنتجات الغذائية، بس عايزة اقول لكم الاسعار هناك سياحية، اسعار عالية جدا يا جماعة. يعني الحاجة لو مكتوب عليها 5 جنيه تتباع ب8 وب10، يعني مختلفة عن الاسعار اللي موجودة، فاعملوا حسابكم يا جماعة. وده باركنج العربيات، والشاطئ له كذا بوابه مش بوابه واحده، وتقدري ان انت تيجي بالعربيه او تيجي بالمعديه زي ما قلت لكم، بس هي اوفر وحلوه جدا، لان لو اخدت عربيه خاص هتاخد منك مبلغ كبير. المسافه طويله جدا لحد ما بنوصل لشاطئ الغرام يا جماعه. كمان في حمامات لخلع الملابس وللتواليت والحمامات، فهي كويسه جدا ونظيفه الصراحه. وده مسرح الفنانه ليلى مراد الله يرحمها. واحنا كده ماشيين اتجاه الصخرة بتاعت ليلى مراد. هي الصخرة اتسمت باسمها زي ما قلنا. ده الشاطئ كله اتعمل بعد نجاح الفيلم الكبير شاطئ الغرام، فالشاطئ اتسمى باسم الفيلم، وكل حاجة موجودة، الصخرة والمسرح والتمثال باسم الفنانة ليلى مراد. ده المكان ده ما شاء الله حلو جدا زي ما احنا ما شايفينه، نظيف جدا جدا. حلو قوي زي ما احنا ما شايفين مع بعض كده. كمان هنا في مكان للتصوير، اللي حابب ان هو يقف ويتصور من قدام الصخرة بيقف كده، وتبقى الصخرة في ظهره، بتبقى شكلها جميل جدا. كمان في نزول عند الصخرة نفسها، بس انا ما كنتش نزلت هنا بقى بوريكم. شايفين حتى في ناس موجودة كمان عند الصخرة من تحت بيتصوروا وبيستمتعوا بالجو، سبحان الله. وانتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم عن حمام كليوباترا وكليوباترا، ومكان جامد جدا يا جماعة. ان شاء الله انتظروني الفيديو القادم، وكده نكون قدمنا سلسلة كاملة عن مرسى مطروح، فيديوهات كاملة ما شاء الله عن الشواطئ بتاعتها. اتمنى تكون عجبتكم ونكمل مع بعض. وده تمثال ليلى مراد، واخر تواجد في شاطئ الغرام للساعة 6 مساء. وبكده يكون انتهى الفيديو. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.